بعد كده كده قصه الكام، انا بقى صنعت بورد وخلاص. يعني احنا وقفنا لحد فين برضو علشان نبقى مع بعض، ان احنا عندنا التصميم على ورقه، التصميم اللي على ورقه ده ايا يكن التصميم ده، رحت للكاد صنعته. وبعد الكاد، بعد ما عملته على الكاد السوليد وركس مثلا، ورحت موديه على السي اي اي اللي هو السيميليشن اللي انا قعدت احكي فيها كتير. هبدا اصنع. في الحقيقه لو انت عندك، لو النتائج الاناليسيس بتاعتك اللي انا حكيت فيها كلها ديت كويسه، تمام. مش كويسه، خلاص ارجع. ارجع ليه؟ لان انت عندك هتبدا بقى تعدل في الكاد بتاعتك زي ما قلت لك. هتعدل في السيميلي، هتعدل في الماتيريال، هتعدل في الدايمنشنز، هتعدل في القصه لحد ما ترضي، وبعد كده تروح تاني. تمام. فالسهم ايه، عايزك تاخد بالك من اتجاه الاسهم. طيب بعد ما انا جبت نتائج كويسه من السيميليشن، هبدا اروح للكام والسي سي. الكام اختار كلمه كمبيوتر ايديت مانيفاكتشرنج. والكام ده ان انا عندي ان انا ببدا اعمل سيميليشن لعمليه الماشيننج اللي هتحصل على البارت بتاعي. بمثلا انا عندي بار حديد كده، البار الحديد ده كده، تمام. ده بار على شكل على شكل ايه، مستطيل. انا عايز اخليه دايره، يعني انا عايز اعمله كده، انحته على التورنينج ماشين مثلا لحد ما اخليه دايره. فانا ببدا نخش في سكوب الكام. الكام ده برامج تبدا تعمل لك سيميليشن لعمليه الماشيننج على البارت ده، بحيث ان يقول لك خلي بالك انا هبدا يشغل لك كده فيديو. والناس اللي اشتغلت ماشيننج عارفه الكلام ده، لحد ما تدي له، انت بتدي له البارت ده بالابعاد بتاعته، وبتقول له انا عايزه كالبارت ده، فهو بيبدا يعمل لك سيميليشن عليه لحد ما يوصله لك البارت ده. فانت بتبدا تشوف تصنيع البارت بتاعك قبل ما تشوفه اصلا. تمام. دي قصه السيميليشن وازاي وفرت علينا وعملت لك حاجات كتير قوي الكام. طب هو بيعمل خلال كده من خلال حاجه اسمها بيجنريت الجي كود. تمام. بيجنريت الجي كود، حاجه اسمها جي كود. الناس اللي درسوا كام وسي سي عارفين الكلام ده. حاجه اسمها جي كود، والكود ده هو ايه اللي بيطبق لحد ما يوصل لك ايه للفاينل برودكت. بعد ما تخش بقى في الكام، خلاص الكام بقى هيبعت الجي كود ده، وتتاكد ان عمليه السيميليشن بتاعت البارت بتاعتك سليمه. تبدا بقى تخش في ايه، في السي ان سي لحد موضوع الايه، النيوميريكال كنترول، الكمبيوتر نيوميريكال كنترول. وتبدا تخش ايه على حسب بقى الماشيننج، عمليه الماشيننج اللي يتطلبها البارت بتاعك. ومبروك عليك الفاينل برودكت. تمام. مبروك عليك ايه الفاينل برودكت. فدي سايكل اللي بنمشي فيها لحد ما نوصل للفاينل برودكت. انا حد عنده اسئله لحد كده؟ هنبدا. انتوا شايفين السلايد صح؟ طيب هنبدا بعد كده، نبدا نخش في ايه، في قصه ايه الايه البيزكس بتاعتنا. زي ما قلت احنا لما بنيجي نشتغل على الانجينيرنج سوفت وير لازم يبقى عندنا باك جراوند اكاديميه كويسه قوي. والباك جراوند الاكاديميه الكويسه قوي ديت لازم ايه، تبقى هارسها ودايسها. يعني ايه، لما اديك حسبه بالورقه والقلم تعرف تعملها، لانك لو مش بتعرف تعملها على الورقه والقلم فانت مش هتعرف تعملها على البرنامج. لان البرنامج اللي هياخدوا الكورسات بتاعتنا بقى ان شاء الله هيعرفوا ان هو بينفذ اللي انت بتقوله، هو تول. فاهم؟ آلة حاسبة من الآخر، تقدر تعتبره آلة حاسبة، بس آلة حاسبة مودرن هتساعدك وتحل لك القصة بتاعتها لو أنت عرفت تحترفها. لو أنت عرفت إيه تحترفها. طيب عندنا أنواع ثواني. عندنا أنواع الأناليسيس أو أنواع الستريسز نوعين. هو هجيب الليزر. أنواع الأناليسيس نوعين. نورمال ستريس. عندنا انواع الاستريس نوعين، نورمال ستريس وشير ستريس. النورمال ستريس بيجي بسبب حاجتين، يا اما ديو تو نورمال فورس او بيند مومنت. النورمال فورس يا اما تنشن يا اما كومبريشن، والسيجما بيساوي فورس على ايدي. تمام. ده اول نوع. النوع الثاني اللي هو البيند مومنت، اللي هو السيجما بيساوي الام في اي على اي. وبيسبب لي البيند مومنت، هو بيعمل لي بيندنج اباوت كروس سكشن معين انفولفد في البلان نفسه. يعني مثلا خلينا نسيب السؤال ده على جنب. عندنا النوع الثاني للستريس اللي هو الشير ستريس ديو تو شير فورس. هنا الفورس هنا بتبقى عموديه على الكروس سكشن، على عكس الشير فورس. الفورس بتبقى موازيه للكروس سكشن، يعني بيحصل شيرنج على الحاجه. ابسط مثال ليها اللي هو موضوع الكوتشينه، كانك بتيجي بتسلايد هنا يبقى هنا اللايرز بتاعت الماتيريال بتسلايد فوق بعضها، على عكس هنا اللايرز بتاعت الماتيريال بتضغط او بتتشد. تمام. لازم تفرق ما بين المعنيين، لان المعنيين دول انت عارف الستريس بيساوي فورس على اريا، بس انهي اريا وانهي فورس. تمام. وايه نوع الفورس، هل هي شير فورس ولا هي نورمال فورس، لان الحاجات الاساسيه ديت هي هتساعدك بعد كده في حاجات هنكمل ونشوف. طيب عندي بعد كده الشير فورس الثاني، عندي ديو تو تورشن. وعندي القانون بتاعها بيساوي البي في الفاي على ال. ده الشير سترين. تقدر تجيب ايه قانون ايه التورشن. طيب من اي حته يعني الكويك.
الفرق بقى انا عايز اسال سؤال هنا، ايه الفرق ما بين البند مومنت والتورشن؟ يعني ايه الفرق؟ هنا في فورس وهنا في فورس. القصه كلها ان هنا الفورس اللي هنا بتعمل لي مومنت اباوت اكس انفولفد في البلان نفسه. يعني انا لو افترضت ان ده واي وده زد زي ما هو معمول عندك، فهيحصل بيندنج مومنت اباوت الواي او اباوت الزد. ليه بقول كده؟ لان المومنت البرنامج بيتعامل مع المومنت والتورشن كانه حاجه واحده، بس هي القصه كلها في ايه؟ في البلين زي ما هشرح دلوقتي. تمام تمام. يبقى البند مومنت هو القوه اللي عندك البي ديت هتعمل لك مومنت اباوت اكس اباوت اكس انفولفد في البلان عندك. انا عندي في إيه البلين ده عندي فيه ايه؟ عندي الواي وفي الزد، فانا متوقع ان القوه دي هتعمل لي مومنت اباوت الواي او اباوت الزد او اباوت الزد اكسس. التورشن لا، بتعمل لك ايه؟ قوه هتعمل لك مومنت اباوت اكس عمودي على البلين بتاعك، فهتسبب لي تورك تاني. يبقى هنا القوه هنا هتعمل لك مومنت اباوت اكس انفولفد عندك في الاكس والواي، لكن هنا التورك هتعمل لك مومنت اباوت اكس عمودي على البلين بتاعك. يعني انا لو افترضت كده ان ده مثلا واي وده زد، فانا عندي من الواي والزد في بلين عمودي، في اكسس عمودي، القوه اللي عندي دي هتعمل لي مومنت اباوت الاكسس العمودي على البلين، لكن هنا هتعمل لك مومنت اباوت اكس انفولفد في البلان بتاعك. تمام. لازم تفرق ما بين الاثنين دول قوي، لان في امثله كتير وانا بشرح في الكورسز بقول له ده تورك وده مومنت، هو مش عارف ايه التورك وده مومنت. ليه بقى؟ لان ده ام في واي على اي، وهنا تي في ار على واي. يعني تقريبا هنا ده هو هنا، بس الفكره كلها انهي فورس وانهي مسافه. يعني انهي فورس وانهي مسافه، لازم تفرق في القصه ديت انهي فورس وانهي مسافه، لان تقريبا دي تي في ار على حاجه، ده قانون التورك يعني ناسيه. تمام. فهي القصه كلها انهي فورس وانهي مسافه، انهي فورس وانهي مسافه، لان فورس في مسافه هتديك مومنت وفورس في مسافه هتديك تورك، وده غير ده خالص. يعني ده هنا بتستخدم البولار مومنت، وهنا بتستخدم الاي اللي هم ايه؟ السكند مومنت اوف انرجي، اللي هنا الجي وهنا الاي. تمام. فلازم تفرق بين القصه دي كلها، لازم تفرق بين المومنت وبين التورك، وتعرف ايه الفرق بين ده وبين ده، عشان في المسائل لو انت عندك فورس او عندك قوه، any force of any force of any distance هتديك مومنت او هتديك تورك. طيب اوكي. بعد كده عندي القصه بقى عندي ايه؟ انا ما اقدرش، ركز بقى معايا في الحته اللي جايه دي لانها ايه برضو يعني معضله من معضله الديزاين الابديه. انا ما اقدرش اجمع نورمال. طيب انا لو عندي بارت معين، لو عندي كومبليكيتد بارت، وليكن ناخد الشافت اللي احنا خدناه، الشافت اللي عندي، الشافت خلينا نرسم الشافت لو عندي شافت بالطريقه دي، الشافت ده اللي عندي ده لما بيجي يلف في مكنه او حاجه، معلش رسمه بعافيه شويه، لما بيجي يلف في مكنه او حاجه هو مش متعرض لنورمال فورس او بيندنج او تشير او تورشن، بيحصل عندي حاله اسمها الكومبايند ستريس. الكومبايند ايه؟ ان انا البارت اللي عندي ممكن يتعرض للاربعه النورمال وشير مع بعض، يعني ممكن يتعرض لنورمال ستريس وبيند مومنت وتورك وشير مع بعض. تمام تمام. دي حاجه. ممكن يتعرض لاثنين من دول، يعني ممكن يتعرض لنورمال بس، وممكن يتعرض لشير بس. طب انا محتاج اسال كذا سؤال. السؤال الاول، لو تعرض لاثنين نورمال مع بعض، خدنا حاجه في الكليه اسمها مبدا السوبر بوزيشن. مبدا السوبر بوزيشن قال لك لو عندك اثنين نورمال مع بعض اجمعهم جمع جبري، يعني لو عندك بند مومنت وعندك نورمال اجمعهم الجمع الجبري. فاكر لما كنت بتجيب الحاجه بالنيجاتيف والبوزيتيف في الشير والكومبريشن، يقول لك اجمعهم وهات المحصله بتاعتهم، نفس الفكره، ده اسمه مبدا السوبر بوزيشن. ونفس الكلام في الشير، لو عندي حاجه من الشير، لو عندي تورك وشير، اقدر اجمعهم مع بعض جمع جبري عادي جدا. تمام. لانهم في نفس البلين. تمام تمام. طيب افرض بقى عندي حاله الكومبايند ستريس، الكومبايند انا عندي شير وعندي نورمال، ما اقدرش اجمعهم الاثنين مع بعض جمع جبري ابدا. يعني لو عندي نورمال ستريس وعندي شير ستريس ما تقدرش تجمعهم جمع جبري. طب انا ليه بقول الجمع؟ ليه بقول الجمع؟ خد المعلومه ديت دلوقتي وركنها عندك، خليك عارفها ان انا ما بقدرش اجمع نورمال وشير مع بعض جمع جبري. تمام. خدها دلوقتي. طيب عندي بعد كده الستريس سترين كيرف الايه اللي احنا زهقنا منه كلنا خدناه في الكليه. عندي ده الستريس وده السترين، ان انا ببدا ان انا عندي، وده التنشن تيست الشهير عندي، ان انا ببدا اشد، بيبقى فيه فكين كده، والماتيريال العينه دي بتبقى عينه ستاندر على فكره. تمام. وببدا اشدها، كل ما بشد في الماتيريال بتبدا تلاستيك لحد هنا كده، بنسميها الايه الالاستيك ليجن. ان انا ببدا اشد بفورس على الماتيريال، فالفورس بأثر بفورس على الماتيريال، فالماتيريال بيحصل لها ايه؟
ستريس، نتيجه الاستريس بتعبر عن الاستريس ده بايه؟ بالسترين، ان هي بتسترين معين، ان هي بتسترين معين. فالقصه كلها ان انتوا عارفين ان اي ماتيريال بتاثر بحطها ستريس. ستريس كل ازاي؟ ان بتبدا تتشرب بشكل الاستيك. الاستيك ايه؟ كل ما زود الفورس كل ما ايه؟ ما الستريس يزيد فالسترين يزيد. تمام. ولحد النقطه ديت اللي احنا بنسميها نقطه الخضوع او اليلدنج ستريس، لو حد اي نقطه ان انا شلت الفورس، النقطه ده الكيرف ده هيطلع ايه؟ هترجع للصفر. ال بتاعته هنا السترين صفر، او تقدر تقول هنا ال بيساوي ال نود. فيبدا ايه؟ الكيرف ينزل وايه؟ والماتيريال ترجع لطبيعتها او اصلها او ال نود بتاعتها او الطول الاصلي بتاعتها. طيب انا زودت في الكلام وبديت اشد الماتيريال هتعمل ايه؟ هتنهار. عامل زي بالظبط، يعني كان في دكتور عندنا ان هو ايه؟ بني ادم وليه قوه تحمل، هتبدا تتغيظه وتاثر عليه بضغوطات شغل ودراسه وحياه، هيجي عند نقطه معينه وينفجر في الدنيا كلها. نفس الكلام في الماتيريال بالظبط. في لحظه معينه برضو الانسان ده لو جيت عنده وخففت عنه ضغط هيرجع انسان طبيعي زي ما هو. تمام. لكن نفس الكلام في الماتيريال. اليلد ستريس ديت اول ما تعدي القصه دي هتبدا الماتيريال تفقد مقاومتها. يعني ايه تفقد مقاومتها؟ يعني انت لو شلت الفورس عندها في اي حاجه هنا مش هتبدا ترجع لنقطه الاصل، لا هي هترجع باسلوب موازي للاسلوب ده. يعني هترجع بالكذا، هتطلع باسلوب موازي للاسلوب الاصلي ده. تمام. فاول ما رجعت باسلوب موازي للاسلوب ده بقى عندي سترين، عندي سترين بقى ايه؟ خلاص ال نوت اللي هنا ال لا يساوي ال نوت. فبقى يحصل ايه؟ شكل بنسميه الديفورميشن، او الشكل خلاص الماتيريال مش هتبدا ترجع لطبيعتها. زي انسان كده الحياه فرمته خلاص بقى من كتر الضغوطات مش مستحمل، هو عدى نقطه قوه التحمل بتاعته فما بتلاقوش انسان طبيعي او زي ما انت كنت عارفه. نفس الكلام في الماتيريال. فهنا يبدا الماتيريال تفقد مقاومتها. تمام. تفقد مقاومتها وتعدي لحد ما تخش الالتيميت، وبعد الالتيميت تبدا تخش في النيكنج لحد ما ايه؟ ما الماتيريال تتكسر عنه. طيب السؤال هنا هسال كذا سؤال. السؤال ده السؤال الاول ايه؟ السؤال اللي بيقول لك ان الكيرف اللي جاي عندك ده جاي نتيجه عينه تنشن تيست. يعني ايه تنشن تيست؟ يعني انت جبت العينه بتاعتك وحطيتها على جهاز التنشن تيست وفضلت شديت طلع لك الكمبيوتر طلع لك الكيرف ده. تمام. دي حاجه حلوه. جاي ايه؟ نتيجه عينه تنشن تيست. يعني ايه تنشن تيست؟ يعني ديو تو نورمال فورس بالشد. طيب وقلت ايه؟ والكيرف ده طلعت منه نقطه مهمه قوي اللي هي اليلد ستريس، اللي هي ايه؟ الماتيريال هتفقد مقاومتها عند النقطه ديت. دي نقطه مهمه. فالماتيريال دي هتفضل تستحمل مثلا تقول لك انا اخري في الاستريس بتاعي مثلا 100 ميجا باسكال. بره ال 100 ميجا باسكال انا مش هشتغل معاك، انا هبدا ايه؟ هتشكل. ده السؤال الاول. احنا عاملين الكورس ده ليه؟ عشان انا عامل الكورس ده عشان تبقى ديزاينرز، والديزاينرز مهمته ايه؟ ان يعمل ديزاين يبقى سيف. طب انا عايز اعمل ديزاين يبقى سيف. يعني ايه سيف؟ يعني الماتيريال ما تتشكلش، يعني الماتيريال اللي عندك ما تتعداش نقطه اليلد ستريس، ما تتعداش نقطه الخضوع. ليه انا عارف نقطه الخضوع؟ لان كل الماتيريال المعروفه في الجداول ليها نقطه خضوع معينه. انا وظيفتي كديزاينر لما اعمل استراكشر او اعمل بارت من جسم من ماتيريال معينه، ابقى عارف ان قيم الاسترس اللي ناتجه عن اللي ناتجه نتيجه اللود لا تتعدى هذه القيمه. طيب المعضله بقى ايه؟ المعضله ان عندي القيمه ديت جايه نتيجه بيور تنشن. الماتيريال جايه القيمه اللي عندي ديت اليلد ستريس جايه نتيجه بيور تنشن. وفي الحقيقه اللود اللي عندي مش بيور تنشن. يعني انا مثلا وليكن مثلا البارت اللي عندي الشافت ده متعرض لتورك ومتعرض لنورمال ستريس ومتعرض لبندنج، الثلاثه مع بعض، وانا ما اقدرش اجمع الاثنين دول مع بعض. يعني انا مثلا وليكن مثلا هنا متعرض ل 50 ميجا باسكال ستريس، وهنا مثلا متعرض لكام؟ ل 100. طب اقارن بمين؟ يعني انا دلوقتي حسبت النورمال ستريس وحسبت الشير ستريس. ما تقدرش تقول ولا تنطق تقول ان الاثنين دول مع بعض 150 واقارن بالسيجما ييلد. ولو انا بره السيجما ييلد يبقى خلاص، لو ال 150 طبعا اكبر من 100 فانا اقول لا الديزاين ده نوت سيف. ما تقدرش تقول كده، ما تقدرش. وفي نفس الوقت ما تقدرش تقارن القيمه ديت بقيمه من دول لوحدهم. ليه؟ لان ده في بلين وده بلين. فانا اصبح في المعضله ايه اللي عندي؟ ان اليلد ستريس اللي جاياني نتيجه معمل الماتيريال معمل الشد جايه نتيجه عينه تنشن تيست، بيور تنشن تيست، اللي هو نوع واحد من انواع الاستريس، النورمال ستريس، سواء بالتنشن او بالكمبريشن. وفي نفس الوقت البارت اللي عندي
البارت اللي عندي متعرض للود شير، وممكن يكون متعرض لكومبايند، بنسميها حاله الكومبايند ستريس. ممكن يكون متعرض لبند ومومنت وتوشن، متعرض للاربعه مع بعض. وغالبا مش هتلاقي حاجه متعرضه للشير يعني متعرضه للبيور تنشن بس. صعب جدا تلاقي بارت معين متعرض للبيور تنشن بس. حتى القلم اللي انت ماسكه ممكن مره تعمل عليه بندنج مومنت، ممكن تعمل عليه نورمال ستريس، ممكن تعمل عليه تورشن. ده ابسط الامثله. تمام. فانا دلوقتي عايز اقارن، عايز حاله تجمع لي القصه بتاعت النورمال والشير مع بعض. علشان ايه؟ علشان ابدا اخد قرار كديزاينر، اقارن واخلص. طيب ده السؤال الاول. يبقى ده احنا عندنا ايه؟ يبقى احنا وصفنا المشكله وعايزين حلها. المشكله الاولى ان انا كديزاينرز ما ينفعش اعدي السيجما ييلد. طيب انا عارف السيجما ييلد اللي جايه لي من نتيجه الماتيريال ديت، وكل ماتيريال لها سيجما ييلد. تقدر تقول ايه اللي هي البروبرتيز بتاعت الماتيريال اللي هي سيجما ييلد. زي كل ايه بني ادم وليه طاقه تحمل، احمد غير ابراهيم غير علي. تمام. في نفس الوقت كل ماتيريال بتتعرض لاجهادات مختلفه بالنورمال والشير مع بعض، فانا مش عارف اقارن. فدي المشكله بتاعتي، دي معضله الديزاين الابديه. تمام. الحاجه ده السؤال الاول عايزين نجاوب عليه، مشكله ووصفناها وفهمناها وعايزين نجاوب عليها. المشكله الثانيه بقى اللي انا عايز اوصفها واحلها، انت داخل عايز ايه من الستريس سترين كيرف؟ انت بتعمل ايه؟ فانا لازم اقسم الستريس سترين كيرف ده 3 مناطق، والثلاث مناطق دول تحفظهم زي اسمك. ليه؟ لان هم هيحددوا شغلانتك بعد كده. اول منطقه في منطقه الستريس سترين كيرف هي المنطقه بتاع الديزاينرز، ووظيفتنا ديزاينرز لازم لا تتعدي السيجمنت. يبقى دي المنطقه الاولى بنسميها المنطقه الجماعه بتوع الديزاينرز عايز ايه؟ عايز بارت. تاني، الديزاينر عايز يعمل حاجه سيف، عايز يعمل بارت يتحط في ارض الواقع يشتغل، عايز يعمل حاجه سيف ما يتعداش السيجما يلد وزن سيفتي فاكتور معين كمان. بمعنى ان انا الماتيريال دي بتاعتي ديت بتتحمل لحد 100 ميجا باسكال. تمام. فانا ال 100 ميجا باسكال بتوعي دولت ما ينفعش ان انا اشتغل على الحروكروك، ان انا اقول 100 تمام 100 تمام وتحت و101 لا. بنشتغل وزن سيفتي فاكتور. سيفتي فاكتور ده غالبا 1.5. يعني ايه؟ يعني بتيجي تبدا قيم الاستريس بتاعتك بتبقى نازله وزن سيفتي فاكتور بكام؟ ب1.5. يعني مثلا لو قيم مثلا الاستريس عندك طالعه مثلا 50 ميجا باسكال، بعد الحسابات تضربها في 1.5 تطلع كام؟ تقريبا 75. فانا بدل مش هقارن ال 50، لا ده انا هقارن ديت وزن سيفتي فاكتور، وزن قيمه معينه، ليميت معين. انا مش هشتغل هنا عند النقطه دي على الحروكروك، انا هشتغل تحت شويه هنا. عشان ايه؟ يبقى في شويه سيفتي فاكتور، شويه سماحيه معايا، ان انا ما ينفعش ان انا اشتغل على الحروكروك. دي قيمه الديزاينر. الحاجه الثانيه بقى اللي هو بتاعه الجماعه بتوع الميتال فورمينج. الجماعه بتوع التشكيل المعادن، بتشوف صاج العربيه متشكل. انا عايز حاجه، انا بقول لك انا خلاص انا مش هشتغل كديزاينر، انا عايز حاجه اشكلها. طب قيمه اشكلها دي يعني ايه؟ اشكلها يعني تحصل لها ديفورميشن وفي نفس الوقت ما تتكسرش. تاني الجمله، انا عايز اعمل حته الايه القصه بتاعه الميتال فورمينج. ان انا عايز اعمل حاجه، اتني حاجه او اعمل لها تشكيل وفي نفس الوقت ما تتكسرش. يعني ايه يحصل لها تشكيل؟ يعني تعدي السيجما يلد. يعني ايه ما تتكسرش؟ يعني ما تعديش الالتيميت. دي المنطقه الثانيه اللي هم الجماعه بتوع الميتال فورمينج. طب علامات التشكيل زي ايه؟ زي علامات التشكيل بقى كتير بقى، في الميتال سباينج بروسيس، في الكريمنتال شيت ميتال فورمينج، في الديب دروينج بروسيس. القصه بتاعت ايه؟ بتاعت عمليات التشكيل. طيب انا بقى يعني دلوقتي قلنا كديزاينرز، قلنا مهمتنا كديزاينر ومهمه الجماعه اللي هم بيحتاجوا السترين كيرف في بتاعت الميت الشيت ميتال الايه بتاعت الميتال فورمينج. اخر حاجه اللي هي منطقه النيكنج، منطقه الكسر ديت بياخدوها الجماعه بتوع الماشيننج. اللي بيهتموا بيها ايه؟ الجماعه بتوع الماشيننج بقى، اللي هم ايه؟ اللي بيدرسوا بقى ايه؟ ميتال كاتنج والكلام ده. بيهمهم بقى ايه؟ شكل الرايش وشكل الكسر كان عامل ايه والشكل ديت، علشان ايه؟ ابدا اخد ايه؟ قرار بقى عليه، اخد قرار على الكلام ده. يبقى احنا ايه؟ لازم تعرف انت عايز تعمل ايه، انت بتشتغل ايه، علشان تبدا تستخدم الستريسنج بتاعك بشكل صحيح. هل انت ديزاينر؟ والله انت كديزاينر مهمتك الوحيده في الحياه ان انت تتاكد ان قيم الاستريس اللي ناتجه عن الجسم بتاعك لا تتعدى سيجما وزن سيفتي فاكتور معين، وتنتهي قصتك الابديه على كده. مالكش دعوه بقى الاستيشن كيرف، سيبه لاصحابه. انت راجل بتاع ميتال فورمينج ايه؟ انا عندي شيت معين مصنوع مثلا من سبيكه معينه، فانا عايز اتني الشيت ده. ابسط مثال اللي هو الشيت ميتال بتاع السياره من بره، بتاع السياره، ان هو بتلاقي شيت واخد كيرفات بشكل معين متشكل. يعني ايه متشكل؟ يعني معدي السيجما يلد وفي نفس الوقت ما اتكسرش، يعني ما جاش اتنيه يتكسر. ادي القصه الكلمتين اللي انا قلتهم دول عصب الميتال فورمينج.
دول عصب علمي اسمه علم الميتال فورمينج. فايه انا اعدي اليلد وفي نفس الوقت ما اعديش الهاردنينج، علشان ايه لو انا عديت الهاردنينج الماتيريال بتاعتي هتتكسر هيحصل لها كراك وانا مش عايز كده. فانا بشتغل في القصه دي. واحد بقى شغال في الماشيننج، في الماشيننج عايز بقى ايه يشوف شكل الرايز بتاع الماتيريال عامل ازاي، لان شكل الرايز ده بيعبر له عن حاجات كتير، بيعبر له عن السيرفيس فينش، بيعبر له عن طب يبدا ممكن يحسب منه تايم معين، يحسب منه العمليه بتاعته كلها والقصه دي كلها. فالمهم انت تعرف انت عايز ايه. طيب انا كده جاوبنا من ورا لقدام، قلت لك ان انت محتاج الشيت ميتال السيستم كيرف بتاعك فيه. الحاجه الثانيه بقى انا محتاج اجاوب على السؤال كديزاينر، احنا مهمتنا ايه؟ انا قسمت لك الستريس سترين كيرف بتاعك، وانا بقى ايه محتاج احنا بقى نشتغل في المنطقه ديت ايه كديزاينر. المنطقه ديت انا قلت لك سؤال وما جاوبناش عليه. السؤال ايه؟ ان انا السيجما يلد اللي جايه لي ديت جايه لي نتيجه تنشن تيست، والتنشن تيست ده حاجه بيور ما بتحصلش في ارض الواقع السيجما يلد. طب ازاي ان انا اقارن نقطه الخضوع ديت وانا عندي حاله كومبليكيتد او كومبايند ستريس جاي في ارض الواقع؟ وفي الحقيقه ده اللي بيحصل. قالوا لك في حاجه اسمها اليلدنج كريتيريا او الثيوري اوف الاستيك فيلير. الثيوري اوف الاستيك فيلير او اليلدنج كريتيريا اقول لك والله احنا عاملين لك شويه نظريات، النظريات دي تشتغل بيهم لما يكون عندك ايه حاله الكومبايند ستريس. يعني انا لو عندي شير وعندي نورمال مش عارف احسبه، اقارن السيجما يلد بايه علشان ابدا اخد قرار كديزاينر. دي القصه بتاعتي كلها اللي هي ايه اليلدنج ستريس او بنسميها اليلدنج كريتيريا او الثيوري اوف الاستيك فيلير. الماتيريال بتاعتي هي هتبدا انت تشتغل بشكل ايه بلاستيستي في منطقه البلاستيستي. احنا قلنا دي المنطقه دي اللي هي منطقه الالاستيك ودي منطقه البلاستيستي. تمام. طيب اليلدنج كريتيريا او الثيوري اوف الاستيك فيلير في الحقيقه هم خمسه، هم 5 نظريات بس. يعني ايه للامانه احنا هندرس 3 والثلاثه دول هم اللي شائعين وتقريبا هيشرحوا لك في الكليه وايه هم اللي هتشتغل بيهم. طيب اول حاجه واحد اسمه اسمه ايه رانكاين ده قال لك ايه؟ قال لك ان انا هقارن السيجما يلد بتاعتي بالماكسيمم برنسبل ستريس. واحده بقى كده. يعني ايه؟ انا هقارن السيجما يلد اللي جاي عندي، السيجما يلد اللي جاي من الماتيريال اللي هي ايه اللي هي ديت، هقارن السيجما يلد اللي هي ديت هقارنها بايه؟ بحاجه اسمها الماكسيمم برنسبل ستريس. يعني هقارن السيجما يلد اللي هو السيجما يلد بحاجه اسمها ايه؟ لازم تطلع ايه؟ السيجما دي لازم تطلع اقل من ايه؟ الماكسيمم برنسبل ستريس او الماكسيمم برنسبل ستريس، لا سوري، الماكسيمم برنسبل ستريس تطلع اقل من ايه؟ من السيجما يلد عشان ابدا اخد ايه قرار كديزاين. طيب ايه هي الماكسيمم برنسبل ستريس؟ يعني ايه ماكسيمم برنسبل ستريس؟ لو عندي نرجع لمثل الشافت، لو عندي complicated geometry او اي geometry اي بارت عليه complicated load، تمام؟ قال لك رغم ان عليه complicated load في بلين معين ما فوق ما عليهوش اي شير ستريس والنورمال ستريس عليه للماكسيمم. في الحاله دي بسمي البلين ده بسميه ايه؟ البرنسبل بلين، الماكسيمم برنسبل بلين، والستريس اللي واقع عليه بسميه الماكسيمم برنسبل ستريس. تاني، لو عندي complicated geometry عليه complicated load، قال لك رغم ان اللي عليه complicated load اللي هي حاله الكومبايند عليه شير فورس وعليه نورمال فورس مع بعض، قال لك رغم كده رانكين قال لك يا عم الحاج انت وهو رغم كده اللي انتوا بتقولوه ده في بلين معين، البلين ده ما عليهوش اي شير خالص وعليه نورمال ستريس فقط. في الحاله دي سمى البلين ده اسمه ايه؟ الماكسيمم برنسبل بلين، وسمى الستريس اللي عليه اسمه الماكسيمم برنسبل ستريس. قال لك تجيب الماكسيمم برنسبل ستريس اللي على البلين ده وتقارن بالسيجما يلد وتنتهي قصتك. لو السيجما يلد ولو السيجما يلد اكبر من الماكسيمم برنسبل ستريس اللي عندك خلاص انتهت قصتك على كده، وحط الزون ديت لو انت جوه يبقى سيف، بره يبقى نوت سيف. تمام. رغم كده الاستاذ رانكاين قال لك ايه؟ قال لك ان الحاله ديت بتبيهيف بس في البريتل ماتيريال. الحاله دي هتبيهيف فيها بس. يعني البريتل لو انت عندنا المواد نوعين، ماده بريتل وماده دكتايل. البريتل ماتيريال عندك زي الكونكريت وزي الجلاس اللي هي ما بتتخشش في مرحله البلاستيستي، ما اقدرش اعمل عليها ديفورميشن، اللي هي اول ما بتعدي سيجما يلد بتتكسر. الستريس بتاعها بيبقى عامل كده، اول ما بتعدي سيجما يلد الفيلير بيحصل هنا زي الكونكريت. عمرك شفت تعرف تتني او تعمل عمليه ديفورميشن على مثلا على ازاز؟ لا. على كونكريت؟ لا. هي دي اسمها البريتل ماتيريال. فالبريتل ماتيريال قال لك ان الحاله بتاعتي هتبهيف في حاله البريتل ماتيريال، والنظريه بتاعتي كده على ايه؟ هتشتغل معاك على كده. طيب الراجل البريتل ماتيريال زي قلنا دي هتبهيف في البريتل ماتيريال. طبعا عندي ماتيريال داكتايل، وانا اصلا كديزاينر بتعامل مع ماتيريال داكتايل. جه واحد اسمه تريسكا عمل نظريه اسمها الماكسيمم شير ستريس. فاكرين
ولما قلنا ان احنا عندنا عندي complicated geometry عليه complicated load، ورغم رغم كده قلنا في maximum principal plane، قلنا plane لا يوجد عنده اي شيء والنورمال عليه بيوصل ايه لماكسيمم. تريسكا قال لك نفس الكلام ده، رغم كده برضو ان في بلين معين الشير بيوصل عليه ماكسيمم وعليه نورمال عالي. تاني عندي بارت معين، البارت ده متعرض لكومبايند لود، قال لك رغم كده برونكاين قال لك ايه، رغم كده ان في بلين معين لا يوجد عليه اي شير، الشير عليه بصفر، والنورمال بيوصل عليه ايه للماكسيمم، اللي هو النورمال ستريس بيوصل عليه الماكسيمم، ده سميته الماكسيمم برنسبل ستريس. تريسكا قال لك رغم اللي قاله رانكاين في بلين معين عليه شير، الشير بيوصل عليه ماكسيمم وفي نفس الوقت عليه نورمال ستريس عادي. وقال لك ان انا هقارن الماكسيمم شير ستريس ده بنص سيجما يلد، بنسميها ايه، تو سيجما، بنص السيجما يلد. هجيب التاو ماكسيمم اللي هو التاو ماكسيمم اللي هي ايه الشير ماكسيمم، واقارنها بنص ايه السيجما يلد، لازم تطلع ايه سيجما يلد على الاثنين، سيجما يلد على الاثنين. تمام، دي القصه بتاعت ايه، بتاعت تريسكا. وحط الزون اللي بالازرق ديت. تمام. حط طبعا مجموعه من الاحتمالات، لو سيجما 1 بالبوزيتيف وسيجما 2 بالبوزيتيف، وعندك لو سيجما 1 بالبوزيتيف وسيجما 2 بالنيجاتيف، تقدر تقارن باليلد، وعندك ايه باقي الاحتمالات اللي حطها عمك ايه تريسكا. يبقى تريسكا قال حاجه، قال لنفسه، قال رانكاين قال لك بس في بلين معين عليه شير وعليه نورمال عادي، بس الشير ماكسيمم. تمام. وبتبهير في حاله الدكتايل ماتيريال. فان ميسيس طلع نفسه بقى من القصه ديت، قال لكم يا جماعه انتوا شغال حرب بينكم وانتوا مش فاهمين حاجه. ايه اللي عندك يا عم فان ميسيس؟ قال لك هي قصه انرجي. ايه القصه اللي قصه انرجي ديت؟ ان انا قال لك لو عندي حاله اللي هي ايه، لو عندي الماتيريال ديت هتتكسر مثلا عند 10000 جول. قال لك والله ال 10000 جول اللي اتكسرت عندهم الماتيريال دول في التنشن تيست جايين من نتيجه تنشن تيست كومبايند ستريس، جايين من نتيجه بلا ازرق، هي كده هتتكسر عند ال 10000 جول. تمام، يبقى هو طلع قصه الكومبايند ستريس من الموضوع او الستيت اوف ستريس من الموضوع، وقال لك القصه يا جماعه قصه انرجي، الانرجي اللي هتكسر الماتيريال ديت، الانرجي دي لو جت نتيجه قرد ازرق مع بعضه هي هتتكسر عند عند نفس القيمه اللي اتكسرت عندها في التنشن تيست. تمام. والراجل حط ايه، حط المعادله ديت. طبعا هي فيها كلام كتير النظريه ديت، وفيها معادلات واستنتاجات، مش عارف انتوا هتدرسوا الكلام ده، يعني افترض ان انتوا درستوه في الكليه اما هتدرسوه. تمام. بس انا ايه بشرح لك باختصار. وحط المعادله ديت وقال لك لازما وقارن بيه بالسيجما يلد سكوير، وحط الزون ديت، يعني حط الزون اللي هي بالاحمر ديت، وقال لك لو انت جوه يبقى سيف، بره يبقى نص سيف. الحقيقه تريسكا مور كونزرفتيف اكتر، يعني انا لو انا هنا واقف عند هنا كده، واقف هنا، تريسكا ما يقبلهاش، لكن فان ميسس يقول لك لا انت امان عليه. فتريسكا هي مور كونزرفتيف اكتر عن ايه، عن فان ميسس، يعني امنه اكتر شويه عن ايه، عن فان ميسس. فان ميسس خرج الستيت اوف ستريس من الموضوع وقال لك هي القصه قصه انرجي، القصه بتاعتي ايه قصه انرجي. طيب الحاجه الاخيره بقى ان انا عندي مور سيركل الحقيقه بقى مور سيركل ده عمل واختراع جامد جدا يعني. قال لك ايه، قال لك لو انت عرفت تجيب لي الانيشال ستريس دي قصتك بقى، اللي انت لو قدرت ان انت تجيب لي اليمنت هنا في اي بارت عندك، وقدرت تحسب عليه السيجما اكس او السيجما واي، سيجما 1 سيجما 2، اقدر ان انا اجيب لك البرنسبل ستريس اللي ممكن تقارن بيه لو انت رانكاين. احنا قلنا البرنسبل ستريس اللي هو رانكاين، لو انت عندك الماده دي بريتل والمور سيركل تساعدك ان انت اقدر اجيب لك البرنسبل ستريس، واقدر اجيب لك الروتيت ستريس. يعني ايه روتيت ستريس يا جماعه عشان الناس اللي بتسمعنا؟ ان انا بيبقى عندي مستوى مايل عليه الحام، فانا عايز احسب الاستريس على المستوى المايل ده، فبحسب الاستريس على مستوى مايل بزاويه كذا بعد ما اجيب الانيشال. فمور سيركل قال لك انت لو جبت لي الانيشال ستريس، انا ممكن اجيب لك البرنسبل ستريس اللي تقدر تقارن بيه رانكاين، واقدر اجيب لك الروتيت ستريس، واقدر اجيب لك الماكسيمم شير ستريس اللي ممكن تشتغل بيه تريسكا، لان تريسكا قلنا بيشتغل ايه بالتاو ماكسيمم. تمام. طيب نرجع بقى للراجل ده. طب الراجل ده هيعمل ايه؟ قال لك انت هتجيب لي سيجما 1 وسيجما 2، سيجما اكس وسيجما واي. طب هجيبهم منين؟ دي قصتك بقى، يعني دي قصتك بقى في المسائل بعد كده، ان انت تجيب سيجما اكس وسيجما واي، سيجما 1 وسيجما 2، او تجيب التاو ماكسيمم. رسم دائره زي كده، والدائره دي لها معدات، وافترض ان انتوا يا درستوا الكلام ده يا هتدرسوه، بس احنا بنربط الكلام ببعضه هنا. تمام. قال لك عندك نقطتين، هترسم لي نقطتين، اعتمد ان ده كده السيجما، مش سيجما اكس او سيجما واي، ده سيجما مجرد كده، وده التاو مجرد. تمام، مش هشتغل في اكس وواي لا، ده سيجما وده ايه التاو مجرد. فهتجيب لي هنا نقطه اللي هي احنا جبنا النقط ديت قلنا، والنقط ديت انت هتجيبها عادي بالانيشال ستريس، هنشوف ازاي تجيبها دلوقتي. هتجيب السيجما ايه، هترسم لي نقطه هنا ونقطه هنا، ومره سيجما اكس وسالبه واكس واي، ومره سيجما واي وتاو اكس واي، وتوصل ما بينهم، وتحط البرجل وتلف. تمام.
بقى عندي دايرة، الدايرة ديّة تقدر تجيب منها الmaximum principal stress. طب فين الmaximum principal stress؟ الplane اللي لا يوجد عليه أي shear وفي نفس الوقت الnormal stress بيوصل عليه للmaximum فين؟ عند سيجما 1. لو بصيت هنا كده عند الخط ده كده مش هتلاقي أي shear، الshear بصفر، ليه؟ لأن قلنا ده الshear ده التاو. لو جيت هنا عند البتاع ده مش هتلاقي أي shear stress، الshear هنا بصفر على الplane ده، على المستوى ده الshear بصفر، تمام؟ فإيه، خلاص ده الmaximum principal stress. فأنت ممكن تاخد القيم ديّة ولو أنت شغال بريتد ماتيريال تقارن برانكاين، تقارن بسيجما يلد وتنتهي قصتك على كده. طيب القصة التانية بقى إن أنا أقدر أجيب لك الروتيت ستريس. طب هتجيب الروتيت إزاي؟ هو اعتبر أصلًا وأنت بترسم الدايرة دي إن أنت بتشتغل ب2 سيجما بي، إن أنت عندك القصة ديّة اللي هي إيه، ضعف الزاوية. فأنت عندك دي 2 سيجما بي اللي أنت رسمت بيها، خلاص أنت عايز تمشي بكام؟ أنا عايزك أقول لك إن أنا عايز تجيب لي روتيت ستريس عندي بلين مايل بزاوية 60 عشان البلين ده عليه الحام. فأنت بتمشي من هنا، هتمشي من هنا كام بقى؟ 120 من الخط ده 120 وترسم القطر، وبعد كده تجيب إيه؟ تجيب السيجما داش والتاو اكس واي دي داش، تمام؟ من هنا تقدر تحسب الروتيت ستريس اللي عندك اللي مايل على مستوى الحام. طيب هنا فين بقى الماكسيمم شير ستريس؟ هنا اكبر شير ستريس فين؟ عند الماكسيمم هنا يا جماعه اهي. فانت بترسم الدايره ومن الدايره بتطلع كل القيم. يعني دي عظمتها بصراحه، يعني اختراع بامانه. اللي انت بترسم الدايره هنا عندك هنا ايه؟ جبت التاو ماكسيمم اللي تقدر تقارن بيها ايه؟ تقارن بيها نص السيجما يلد وتنتهي قصتك على كده. تمام، اللي هي ايه القصه دي بتاعتها. طيب التاو ايه؟ التاو ماكسيمم. فانا من المور سيركل من الانيشال ستريس عرفت احسب البرنسبل ستريس، وعرفت احسب الروتيت ستريس، وعرفت احسب الماكسيمم شير ستريس. فدي اللي بنقول عليها اختراع لكده. طيب انا شرحت النظريات ديّة وليه؟ لان النظريات دي انت بتلاقيها بقى في السوفت وير وانت بتشتغل. انت عندك بارت معين على الانسys، فانت بتدّي له ايه؟ بتبدا تعمل الفاينل موديل بتاعك وتقول له انا عايز فان ميسز. ليه فان ميسز؟ عشان اقارنها بالسيجما ييلد وتبدا تاخد قرار كديزاينر. عندي تريسكا، تقول له انا عايز تريسكا ايه؟ هو يبدا يحسب لك التاو ماكسيمم اللي على الجسم ويقول لك دي التاو ماكسيمم، وانت تقارن بقى بالسيجما يد وتشوف قصتك بقى هتمشي ازاي. تمام. فالقصه ان انت تبقى عارف النظريات وفاهمها اكتر من حافظ المعادلات. يعني هي مش قصه معادلات، هي قصه ايه؟ تبقى فاهم النظريات دي بتبيهيف ازاي، وتبقى فاهم ايه فايده المور سيكل. المور سيكل كمان موجوده في ال 3 دي، بس احنا هنا هنفترض ان احنا شغالين على البلين ستريس، يعني الستريس في الاتجاه الثالث يعني ايه؟ كانها بزيرو في كده، تمام؟ كانك ولو هتشتغلها على فكره 3 دي كانك جبت الجزء ده وعملت له اكسترود كده. فالناس اللي خدت القصه في الكليه فاهمه الكلام ده. أنا هاقف لحد كده.